السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وفيديو جديد ان شاء الله. النهاردة احلى فيديو بالنسبة لي انا ست الحبايب عندي. بسرعة دورت في الفريزر وطلعت احسن الحاجات علشان اعمل احسن الاكلات لست الحبايب. حتى لو عيانة، حتى لو بموت، والله لازم اعمل احلى اكل علشان هي ما بتجيليش. فانا عايزة بقى اعمل كل الاكل اللي هي نفسها فيه. طلعت بطاية، طلعت كده ايه ممبار، وكمان الايه الفشة والحاجات الحلوة دي، الحلويات يعني بتاعت العجل. أعزكم الله. كان عندي كمان مخاصي طلعتها كده، وكيس كرنب، ويلا تعالوا نعمل أحلى أكل. وبصوا بقى، عايزة أقول لكم والله الأكل كان تحفة، مش عشان أي حاجة، علشان ست الحبايب موجودة عندي. صلوا بقى على الحبيب علشان قلبكم يطيب، وتعالوا شوفوا الأكل بتاعنا هيتعمل إزاي. وقبل أي حاجة بفكركم يا جماعة الخير، اللايك أهم حاجة. حطولي لايك علشان النهاردة كنت فرحانة جدا ومبسوطة جدا، وعايزة اعمل كل حاجة معاكم والله. قشرت كده بصلتين، وعايزة اقول لكم البصل اللي عندي بايظ خالص، فمش عارفة اقول لكم ايه يعني. ربنا ييسر الحال. نضفتهم زي ما انتوا شايفين، وجبت كده كام حبة فلفل. معايا بقى البصلتين دول تقطعهم قطع صغيرة كده علشان هضربهم ايه في الكبة بتاعتي. هبدأ أول حاجة أعملها، أعمل الإيه التخديلة بتاعت المحشي بتاعي. تمام، هضرب بقى كل الكمية كده بتاعت البصل، وبعد كده بقى يعني الفلفل والحاجات دي بضربها لوحدها، ما بضربهاش مع البصل. خلاص بقى كده يعني هروح كده زي ما انتوا شايفين على المقلة بتاعتي، ومحدش يتريق على المقلة بتاعتي. المقلة كنت هطلع لكم والله المقلة اللي انا بشيلها في النيش، بس بصراحة كنت مستعجلة وماما كانت ساهية في التليفون، فلو شافتني بطبخ ولا بعمل حاجة هتحلف عليا ان انا مطبخش ولا اعمل اي حاجة من دي. فحبيت كده ان انا اطلع المقلة واحطها على طول، وحطيت عليها المادة الدهنية بقى اللي انت حباها. حطيت زيت ومعلقة من الزبدة ومعلقة كمان من السمنة، وحمرت كده البصلاية صفرتها بس، وبعد كده ضفت عليها على طول الايه الفلفل بتاعي. وعايزه اقول لكم كمان بعد ما كل ده يعني يتسبكوا بقى كويس، حطيت عليه كمان حوالي 3 معالق من الكبار من الايه من الجزر المبشور. بس مش عارفه ده اتصور بصراحه معاكم ولا لا. بس كل تكه بحطها في الحاجه او كل حاجه بعملها، حتى لو ما اتصورتش بحب اقولها لكم علشان ابقى ايه صادقه معاكم في كل شيء. حطيت بقى معلقه توم كده زي ما انتوا شايفين، بس تكون محترمة يعني، معلقة توم مفروم. هحطها معاهم كده، وهقلب برضو تقلبتين لما ادبل كل حاجة. وبعد كده بعد ما احس ان البصلايه دخلت في اللون اللي هو المناسب بتاعها، أنا ما بحبش اغمقها قوي علشان المعده والحاجات دي، علشان ما تضرناش يعني، او تبقى حاميه على صدرنا. تمام، هفضل وراها اقلبها شمال ويمين ويمين وشمال كده لغايه ما ايه ما توصل للون المناسب للمحشي بتاعه. هنا بقى هولع بقية كل العيون حواليا، احط كده الفشه والحاجات دي تاخد وتدي مع نفسها، لان انا هعملها بعيش مش هعملها بمرقه. تمام، هنا بقى الايه البصليه بتاعتي يعتبر خلاص دخلت في اللون بتاعها. احط حله تانية على النار ومعلقه سمنه فلاحي، وهايه لغايه ما السمنه تسيح. اروح حاطه طبعا الطماطم زي ما انتوا شايفين على البصل. معايا كيسين من الطماطم الكبار كده، احطهم واسيبهم بقى ياخدوا ويدوا مع نفسهم. هنا بقى السمنه بتاعتي كانت ساحت، حطيت البطه بتاعتي تاخد اللون التحفه الجميل اللي هتشوفوه دلوقتي. حطيت معاه ورق لومي وورق لوري، وحطيت كمان على على التخديله بتاعتي حبه زعفران. عايزه بس الون الرز بتاعي مش اكتر. لو انت مش عايزه تضيفيه مفيش مشكله. البطه كنت بقلبها بايدي وعادي مفيش مشكله، ايدي نضيفه زي الفل وما فيهاش حاجه، والحله ضيقه مش هعرف اقلب ولا بمعلقه ولا باي حاجه. احط بقى البهارات بتاعتي او الملح بتاعي. حطيت كركم، بهارات فراخ، وكان عندي كمان بهارات محشي وكده حطيتها. حطيت فلفل اسود والملح بتاعي، وكمان حطيت السبع بهارات، وده الايه التحبيشه بتاعتنا. حطيت كل حاجه كده، سبتها تتسبك على النار، وايدي بتقلب في البطه بتاعتي كل ده. وماما مشغوله والله، مش بصوا مش عايزه احسسها باي شيء، كانت مشغوله مع اختي في التليفون. فانا مش عايزه احسسها ان انا بعمل اي حاجه زي ما انتوا شايفين كده. ده مش خداع زي ما الناس بتخدع وتقول لك اللي طالع على السلم وبعمل وبخلي، لا والله بجد. كنت بعمل كل حاجه بسرعه عشان انا عارفه ان هي لما بتيجي بتحب ان انا اقعد معاها واتكلم معاها، ما بتحبنيش اتعب ولا اطبخ ولا اعمل اي حاجه. هنا بقى خلاص كان فاضل بس الملح على التخديله بتاعتي. حطيتها كده على الملح، وايه كل شويه اقلب كده علشان الصلصه بتاعتي تفك. تمام، وحطيت على البطه بتاعتي فلفل
فلفل ابيض. هنا بقى المخاصي بتاعتي حطيتها تغلي على النار عشان عايزه اقشرها كده، وقلت كل حاجه كل العيون كده تشتغل، يعني ما تقلقوش من الفوطه اللي انا بغطي بيها البوتاجاز، انا بحب اغطاها كده علشان لما اغسل حلل او اي حاجه بكفي عليها الايه الحلل تصفي يعني. وفي نفس الوقت العيون دي ما بشغلهاش كتير فبتفضل على طول نظيفه، فببقى ايه ببقى مغطياها وكده. هنا بقى الريم بتاع الحلويات بتاعتي كده ايه بتعمل ريم وكده، فبشيلها. فعادي عادي ان انا ما اشيلهاش، لان كده كده انا مش هحتاج الشوربه دي اصلا، بس انا كنت بغليها علشان خاطر انا مش عارفه كنت هعملها ايه. تمام. هنا بقى زودت الايه البطه بتاعتي الميه بتاعتها، وحطيت معاها بصلايه وطماطمايه، لا يا ربي بصلايه وبطاطسايه، وقلت بقى تاخد وتدي كده مع نفسها. هنا نفس القصه، المفروض ما اشيلش الريم ولا اي حاجه من دي. انا الميه دي انا مش هستخدمها خالص، بس انا علشان خاطر انا متعوده ان انا انضف كل حاجه قدامي، فلما بشوف منظر زي ده فبحب ان انا انضفه يعني. خلاص هي هتاخد غلوتين وهطفي عليها. هنا كده الايه اوريكم كمان الايه التغذيله بتاعتي خلصت تمام وزي الفل كده. هبدأ بقى ان انا ايه افضيها على الرز بتاعي. الرز بتاعي يتغسل ويتنقع فترة كويسة، هحط عليها على طول التخديلة، هدوق بس بعد ما اقلب كده ماما هتدوق الملح، هعوز تاني احط عليه ملح. طبعا لازم ندوق علشان نعرف الايه التخديلة بتاعتي مظبوطة ولا لا. هنا بقى هفرش بقى الفرشة بتاعتي اللي هي بتاعت المحشي. هحط كده الورق الاخضر الجميل ده، كنت سلقاه اللي هو بيطلع بره الكرنبايه ده، كنت سلقاه وحطيت عليه طرنشات كده بصل وطماطم وفلفل وحبه من الايه من الجزر المبشور، لان ما كانش بصراحه عندي جزر صحيح. همسك صينيتي بقى احط عليها الممبار والورق الكرنب بتاعي والحشوه، ويلا نروح علشان نحشي. قبل اي حاجه تانية همسك بقى كده ايه اشوف المخاصي بتاعتي عملت ايه، هقشرها كده زي ما انتوا شايفين. هي اصلا الجزار كان عطاها لي ايه مفتوحه كده. تمام. هطلعها بس كده وخلاص. هرمي بقى دي مش عايزاها في اي حاجه، حتى هتبقى نصيب القطه يعني، هسيبها على جنب للقطه. هقطعها بقى طرنشات، ممكن تقطعي كده طرنشات وتحمريها وتاكليها، لكن انا هضيفها مع الحلويات بتاعتي. بس حبيت بس اوريها لكم. يلا بقى على الحشو بتاعنا. عايزه اقول لكم احلى طريقه حشو واحلى قعده لست الحبايب واحلى حكوان تفضلي تحكي كده مع نفسك. امي هي اللي حشت الممبار كله، انا مش متعوده ان انا احشيه مليان كتير قوي كده، بس هي حشاته تسلم ايديها، ربنا يخليها لي ويديمها فعلا في حياتي نعمه. بجد والله العظيم ربنا يديمها في حياتي نعمه. هنكمل بقى مع بعض بقيه المحشي وهنخلصوه مع بعض. والله العظيم يا جماعه الاكل ده اتعمل بعد صلاه العصر وخلص قبل المغرب. احنا صلينا المغرب وقعدنا كلنا، بس انا كنت طفت عليه. هنا بقى كنت حطيت حله على النار وفيها حبه ملح وحطيت عليها ورق اللوري، وخلاص بعد ما غلت رحت ساقطه كده الايه الممبار بتاعي، وده كمان كان جاهز معايا والحمد لله. البطه كنت تيالي كده قفلت عليها خلاص. تمام. هسيبها بقى تاخد غلوتين وايه وخلاص، ويبقى كمان الممبار بتاعي يعني خلاص ادم ولحت عليه كده هيخلص. تمام. هنا المحشي بتاعي زي ما انتوا شايفين كده اتحشى. هحط بقى عليه مرقة زي ما انتوا شايفين، هفض عليه بقى المرقه كده زي ما انتوا شايفين لغايه ما تاخد الكفايه بتاعتها. امي قالت لي انا حاسه ان هو هيطلع لين، قلت لها لا يا ماما مش هيطلع لين ولا اي حاجه. برج الحله كده زي ما انتوا شايفين وخلاص كل حاجه سخنه. الملح بتاعي مظبوط، لو حسيت ان ملحك مش كويس ولا اي حاجه حط مرقايه وقلبيها كويس وفضيها على المحشي بتاعك، لكن انا المرقه بتاعتي ملحها مظبوط وكل حاجه مظبوطه. خلاص كده تيالي كده كنت هنقل البطه في العين اللي جوه، وخلاص هي كانت مستنيه بس غلوتين وخلاص والبطه بتاعتي تخلص. هنا بقى خلاص كده اغطي الحله واسيبها بقى ايه تاخد وتدي كده مع نفسها، والحمد لله بفضل الله كل حاجه خلصت. بصوا الحاجه كده جميله ما شاء الله، والبطه خلاص دخلت في سواها. هنا خلاص الممبار هيغلي بتاعي. يلا بقى نجهز الطريقه بتاعتي بتاعت الايه الحلويات او الايه الفشه والحاجات بقى بتاعت الحلويات بتاعت العجل وكده. اعزكم الله. هقطع بصلايه طرنشات كده. بصوا البصله زي الفل وتبقى حلوه قدامك، تفتحيها تلاقيها من قلبها بايظ. مش عارفه السر ايه والله، اللي يعرف يقول لي. هنا بقى كنت بقطع وبعمل على اساس ان الكاميرا جايبه المقله كلها او الطاجن كله، لقيتها بعيد كده هظبطها لكم وهرجع ما تخافوش يعني. هنا بقى جبت فلفل الوان، بس للاسف الفلفل ده طلع مولع حراق نار، فكنت اعمله كله، فلما لقيته حراق كده طبعا ما نفعش ان انا ايه احط كل الكميه دي.
هقطع جزء منها الوان يعني. بصوا انا كنت هنا بدوق، رحت بقى مرجعه بقى ايه كذا واحد كده، كذا حبه فلفل، علشان خفت بصراحه. بس انا عايزه اقول لكم الطاجن ده اتنسف بمعنى كلمه اتنسف. هنا بصوا الحلويات بتاعتي بقى همسكها اقطعها كده زي ما انتوا شايفين. بصوا بقى غمسوا ومالكمش دعوه. يعني عايزه اقول لكم عندي ولد بس من عيالي اللي بياكل الحاجات دي، وامي بقى وجوزي وكله يعني شكر احلى شكرانيه. المرقه او الميه دي خلاص انا مش عايزاها، ولو انها نضيفه والله ما فيهاش اي حاجه، بس خلاص انا مش عايزاها. هزود بس ايه كبشتين كده منها علشان خاطر ايه تاخد غلوتين. تمام. هنا بقى هقطع الايه الكميه كلها اللي انتوا شايفينها دي. لو انتوا مش عايزين تقطعوها وتغلوها كده مفيش مشكله، بس كده اسهل لكم. حابين تعملوها سندوتشات ممكن، حابين انكم تاكلوها بالمعلقه كده عادي، حابين تضيفوها على رز وتاكلوا برضو مفيش مشكله. فعشان كده بقول ان هي سهله يعني، وفي نفس الوقت لما بتحطها على النار تاني بتدوب في البق كده، يعني بتبقى مستويه جدا جدا. هقطع بقى كل الكمية دي وخلاص بقى. هستبعد الفلفل اللي انا ايه ركنته على جنب، وهقطع عليها كمان طماطم حلقات. انا قطعت عليها كده ايه فلفل وجوانح بصل، وهقطع برضو جوانح ايه من الطماطم. عايزة كل تفصيلة عملتها في الفيديو ده هنبقوا مع بعض كده، مع بعض كده، واحنا بنعمل مع بعض كل حاجة من غير اي يعني. بص والله العظيم الغلطات حتى بتكلم عليها. هنا بقى الايه المخاصي حطيتها بعد ما قطعتها، حطيتها عليها كده. احط بقى معلقه من التوم اللي هو يعني بص عايزه اقول لكم معلقه اصيله كده، شايفين معلقه حلوه كده. وهردها على النار وخلاص، هتاخد كام غلوه وخلاص على كده. هي كده يعتبر جاهزه معانا. يلا نحطها على النار ونشوف الممبار بتاعنا. خلاص الحمد لله شايفين الممبار الحمد لله، والرز بتاعه ولا فرط ولا اي حاجه، اتحط بطريقه سليمه وشكل حلو. هبرده بس كده بالايه بحبه ميه باردين من الحنفيه وخلاص. وبعد كده خلاص حطيته في طبق. ويلا بصوا بقى الطاجن التحفه ده اتعمل زي ما انتوا شايفين كده، حلو زي الفل ما فيهوش اي حاجه، مستوي واخد من بعضه. البصل والطماطم والفلفل دايبه فيها دوب كده زي ما انتوا شايفين. هشيل بقى الطاجن ده ويلا تعالوا ايه نحمر بقى ونعمل. بس بصراحه التحمير والحاجات دي انا ما حمرتهاش معاكم بسبب الايه بسبب الوقت يعني وكده، وان انا يعني مش هقف كل ده احمر وكده. التحمير زي ما انتوا عارفين احنا دايما بنعمل مع بعض الحاجات دي. هنا بقى حلة المحشي التحفة دي، عايزة اقول لكم ريحتها كانت مسمعة ولا مفروطة ولا اي حاجة. هركنها على جنب، هركنها بقى على جنب. وتعالوا بقى شوفوا المحاشي بتاعتنا ما شاء الله، او الممبار تحفة كده. هو مليان حبتين مش مشكلة. والبطة بتاعتنا شكلها تحفة وجميل. هطلعها بس علشان احمرها. شايفين لونها تحفة ازاي؟ طبعا علشان زي ما انتوا عارفين ان انا عطيها ايه صدمة ايه قبل ما احط عليها المرقة بتاعتها. هفضي بقى المرقة بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين، طعمها يجنن والله. هفضي طبقين كده لان مفيش حد هياكل منها غير انا وزوجي وماما بس وابني، هما دول بس اللي هياكلوا من الحاجات دي. البطة دي طبعا برضو مفيش حد هياكل منها خالص غير عدد قليل جدا. هحمرها كده وما تتريقوش لو سمحتوا على على البطة بتاعتي صغيرة بس حلوة. هنا الممبار بتاعي تحفة. يلا تعالوا شوفوا بقى الحلة اللي تخش جوه القلب دي، تخش كده داخل كده على طول، تخش كده وتربح كده. عارفين بقى الاكله التحفه دي؟ شايفين بقى الحله بتاعتي من جوه تحفه ازاي؟ انا بصوا بقى كنا بنتعاركوا بقى على القعر بتاع الحله ده، كان تحفة تحفة تحفة. الصبع بصبعه كده مش مفروض ولا اي حاجة، واخد اللون التحفة ده ما شاء الله ولا قوة الا بالله. يلا بقى نرص الممبار بتاعنا ونعمل احلى صينية من غير ما نعمل مواعين كتير. وانا كنت اصلا مخلصة المواعين وكل حاجة. ما بصوا بقى مرصوص كله على الصينية كده ما شاء الله ولا قوة الا بالله. اتمنى يا جماعة بقى يعجبكم الفيديو. ما تنسونيش بقى باللايك يا جماعة، امانة عليكم اللايك كده والايه والكومنتات بتاعتكم الجميله. شايفين البطه التحفه دي واخده اللون بتاع الممبار والايه والمحشي بتاعنا ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ده الاكل بتاعنا وده اليوم بتاعنا ودي سفرتنا يا جماعه زي ما انتوا شايفين كده. ويلا تعالوا اوريكم بقى بالتفاصيل الاكل عامل ازاي. ورجعت لكم تاني بسم الله ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده البطه والمحشي حاجه كده ايه فاخر من الاخر. اتمنى بقى ايه ما تنسونيش يا جماعه في لايك وسبسكرايب ودعوه حلوه كده من قلبكم. وادي كمان الايه الحلويات بتاعتنا العسل دي. شايفين عامله ازاي الطاجن التحفه ده؟ شكله تحفه كده. لو عايزين تحمروه كمان مفيش مشكله خالص ادوله وش، لكن انا شايفاه كده كويس. المرقه بتاعتنا زي الفل اهيت.
طبعا المحشي بتاعنا عايزه اقول لكم الممبار والمحشي حاجه شايفين حاجه كده مولعه. الممبار ماما مكبره شويه، ربنا يديها الصحه ويخليها لنا يا رب، ربنا ما يحرمنا من اهالينا. ده الاكل بتاعنا، ده اليوم بتاعنا يا جماعه. ما تنسونوش بقى في لايك وسبسكرايب ودعوه حلوه كده من قلبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.